تطبيق لوصفة نادية حجاجي الله يعطيها الصحة على الطرطية ديالها، فجات لذيذة بزاف وغزالة في المنظر ديالها والمذاق روعة يا البنات. نتمنى تجربوها، فوصفتها ناجحة تبارك الله عليها، سهلة وسريعة في التحضير ديالها بمكونات اللي هما بساطين موجودين في كل بيت. فنخلي لكم الرابط ديال نادية حجاجي في صندوق الوصف تلقاوه ديال الطرطية اللي صايبات. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معنا من جديد في قناه وصفات انا اختي، وكذلك في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم طورطيه اولا اكله اللي سهله وسريعه وما كتحتاجش الوقت بزاف، وبمكونات اللي هما بساطين ما كتحتاجيش بزاف، والاهم فيها هي انها كتجي لذيذه بزاف، كتجي غزاله في المذاق. فنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمكونات فغادي نحتاجوا حبه ديال البطاطس، فكما تشوف انا خديت واحد البطاطا اللي هي كبيره شويه، وغادي نحتاج نصف خميره كيميائيه كما كتشوفوا ديال 7 غرام، فغادي ناخذ منها النصف. وغادي نحتاج واحد بيضه والفرماج. بالنسبه للفرماج انا خديت هذا الفرماج الاحمر، فبالنسبه لكم الا ما عندكمش تقدروا تستغنوا عليه، ماشي ضروري، اولا تعوضوه بالفرماج المثلثات اولا المربع. وبالنسبه للخميره يا البنات فالدور ديالها هي انها كتجي هاد الطورطيه من الداخل هشيشه وكتنفخ لينا. اول حاجه غادي نقي هاد البطاطا، ومن بعد غادي نغسلها وغادي نحكها في الحكاكه اللي الغليظه. من بعد غادي نحكها في الحكاكه الغليظه كما قلت لكم. من بعد غادي نعصر ليها هذاك الماء اللي كيكون فيها، فما كنغسلهاش البنات. من بعد ما كنحكها ما كنغسلهاش، فقط غادي نعصرها. من بعد غادي ناخذ البيضه، غادي نخلطها شويه، عاد من بعد غادي نضيف ليها التوابل باش هكا ما يبقاوليش دوك التوابل محببين. غادي غادي ندير شويه ديال الملحه. بالنسبه للملحه ما غاديش نكثر منها لان الفرماج كيكون مالح. غندير شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال السكينجبير. وغادي ندير نصف ديال الخميره كما قلت لكم. وغادي نضيف واحد حبه ديال الثوم، واحد الحبه ديال الثومه نحكها، اختياريه بالنسبه اللي ما عزيزاش عليه ولا ما كيبغيش الثومه فتقدري تستغني عليها، ماشي مشكل هي. من بعد غادي نخلط البطاطس ديالي مع البيض.
غادي ناخد مقله، من الاحسن المقله تكون غير لاصقه اللي ما كتلصقش. غادي نديرها حتى تسخن مزيان، ومن بعد غادي نضيف ليها شويه ديال الزيت. انا درت زيت الزيتون. كما قلت لكم المقله ضروري تكون سخونه. غندير نصف الكميه وغادي نوزعها على المقله. وغادي نديرها فوق البوطه على نار اللي تكون مهيله بزاف. ضروري البنات تكون البوطه مهيله بزاف، تكون ناقصه بزاف، باش هكا البطاطا ديالنا طيب لينا على خاطرها. اما الا كانت مجهده البوطه فغادي دغيا طيب من التحت وغادي يبقى لداخل ما طيبش، يعني ما غاديش تجي مزيانه. من الاحسن البوطه ضروري تكون ناقصه بزاف. غادي نديرها فوق البوطه على ما تشد ليا شويه راسها، عاد غادي نضيف الكميه الاخرى. فكما شفتوا البنات ما كتلصقش ليا من التحت، حسيت بها بانها طابت. كما شفتوا كتبان من الجناب بلي راه طايبه. دابا غادي نضيف ليها الفرماج، ومن بعد غادي نضيف ليها البطاطس اللي باقي ليا، وغادي نقلبها مباشره وغادي نغطيها. غادي نوزع البطاطس اللي بقى ليا كامل من الفوق باش هكا يغطي ليا داك الفرماج، باش الفرماج يجيني من الداخل ما يجينيش باين من الفوق. من بعد ما وزعت البطاطا فدابا غادي نقلبها. فمن بعد ما قلبتها البنات وغطيتها، فكما كتشوفوا كيفاش كتجيني، فحتى الشكل ديالها كيجي زوين بزاف، كتجي لذيذه لذيذه لذيذه، كتشهي. فغادي نشوف واش طابت ليا حتى من التحت. كما شفتوا كجاتني منفوخه، فكتنفخ بهذيك الخميره اللي كنزيد لها شويه. وما كتلصقش ليا كما شفتوا كنحركها المقله فما لصقاش. ولكن الاهم فيها يا البنات اللي باش كتجي زوينه ضروري البوطه تكون ناقصه باش طيب على خاطرها. من بعد ما بنت لي بانها تحمرت من التحت، دابا غادي نقلبها.
كما شفتوا فطابت تحمرات ليا من اللور ومن القدام. فرديتها في المقله باش نعاود نقلبها في الطبسيل باش يجيني الشكل الوجه ديالها هو اللي الفوق. فكما شفتوا البنات فكتجي لذيذه بزاف وكتجي غزاله في المذاق ديالها، وكذلك الشكل ديالها كيشهي. فكما شفتوا البنات من بعد كطيب فكتجي غزاله في المنظر ديالها واكثر في المذاق ديالها. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم. فاحتفظت بشويه ديال الفرماج باش هكا نزوقها من الفوق. الا كنت اول مره تزوري القناه ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك اسفل الفيديو، وكذلك زر الجرس باش هكا توصلي بالجديد، وتخليو التعليق ديالكم ولايك لا فيديو، وفرجه ممتعه ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. انا نوريها لكم من بعد ما قطعتها كيفاش جات. فكما شفتوا البنات مكونات ليهم بساطين، فقط بيضه وواحد حبه بطاطس. فهذا هو الشكل ديالها من بعد ما قطعتها. كما شفتوا الفرماج كيفاش كيبان ليا من الداخل. فكتجي لذيذه بزاف، وهذا الفرماج كيزيدها واحد اللذه اكثر بمكونات اللي هما بساطين ما كتحتاجيش بزاف. فبالنسبه للبيض والبطاطس راه متوفرين في كل بيت، وفكره اللي هي اقتصاديه وجميله في الشكل ديالها والمذاق ديالها كما قلت لكم. فنتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. وما تنسوش جيم لا فيديو وتخليو التعاليق ديالكم، وفرجه ممتعه البنات. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في الفيديو، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. بسلامه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.